واتمنى انك تعطيني الوقت عشان اخرج شويه الشعب من حاله الضلال اللي هو فيه من القوى السياسيه اللي على الساحه اللي بتحاول تشوه زعيم. مش هيحصل ومش هيقدروا يشوهوا الزعيم. ده زعيم دخل التاريخ من اوسع ابوابه، لاول مره في المنطقه العربيه باسرها رئيس ينصاع لاوامر شعبه بعد 18 يوم لم تحدث. وشفنا اليمن وشفنا ليبيا وشفنا سوريا وشفنا اليمن. انصاع لاوامر شعبه عمل ايه؟ بعد 18 يوم التي تعتبر ثانيه في علم الزمن. أيوة. قال لهم سأغادر، سأعطيكم الفرصة لتجربوا حكم مصر. طيب هو ثانية واحدة بس، ثانية واحدة. هو حضرتك بتقول لي انه بعد 18 يوم قال لهم سأغادر. تمام. لما هو قال سأغادر وغادر، ازاي بتعتبره لسه رئيس؟ لانه هو غادر في السنة وثلاث شهور اللي احنا شفناهم دول يستحق ان هو يكون رئيس. شفنا الهرج. هو رئيس مغادر طبقا لكلامك. رئيس غادر. لكن في رأيي انا لما لقينا القوى السياسية فشلت باكتساح في إدارة الأزمة، فشلت باكتساح لتلبية مطالب الشعب، فشلت باكتساح ان زهقتنا والناس بتركب المترو بتسب الثورة وبتلعن اليوم اللي قامت فيها، يبقى ما زال رئيسا. نتمنى عودته حتى يتسنى له تسليم البلاد. يعني الرئيس مبارك اعتقد باذن الله سبحانه وتعالى اذا رجع، انا هسمعكم كلكم معلش عشان تبقى الفرصه بس. اذا الرئيس مبارك باذن الله سبحانه وتعالى سمح لنفسه انه يرجع تاني، المهم هتبقى صعبه جدا. يبقى هو مش رئيس، انت عايزه يبقى رئيس لكن هو مش رئيس. في رايي وفي راي كل الناس اللي موجوده على ارض الواقع ما زال رئيسا كما قالها السيد فريد الديب المحامي امام المستشار احمد. يا استاذ طارق ما ينفعش ان احنا نبقى يعني بنغمض اعيننا عن الواقع. الواقع بيقول ان هو غادر الحكم، يعني هو مش رئيس. هناك فرق جد جدا بين الواقع والدستور. دستوريا الرئيس تخلى عن الحكم وفوض المجلس العسكري انت شايفه دستوريا ما زال رئيسا. اكيد. طيب عملت له توكيل ولا لا عشان اسمع؟ عملنا توكيل طبعا. طبعا. يبقى مدافع عن مبارك وزي ما احنا لغايه دلوقتي عملنا 20,000 توكيل. وزي ما عملنا 20,000 توكيل. ثواني بس. والتارجت بتاعنا 3 مليون توكيل. تمام. حضرتك مدافع عن مبارك زي ما عايزني اقول، بس حضرتك زي ما انا كنت هقول برضو احد موكلي مبارك. اكيد. تمام. بكل شرف. طيب انا عايزه اروح لاستاذ هشام العواد. انا عايز بس في الاول نبدا بكلمه وانا عايزه ادي كل واحد الفرصه انه يتكلم يعني نفس المده. انا معترض على حاجتين. اولا ان مبارك مش زال رئيس، مبارك هو مخلوع، مبارك هو خائن، مبارك هو المفروض إذا كان الحديث هيبقى فيه سب للرئيس مبارك وتخوين الرئيس مبارك، هضطر اقول على البردعي خائن عميل امريكاني التحم بمنظمات المجتمع المدني. وهديك الفرصه ترد. اذا ما انا بقول لك يا استاذه ريهام خلينا نتكلم يا استاذه ريهام. لا ثانيه واحده. بصوا ما بقاش في مجال ان احنا نقطع. انت قول اللي انت عايزه لما يخلص رد عليه. خلاص يعني انت قلت احنا عايزين نخلي حديثنا الحديث مش عن اشخاص. الحديث ثانيه واحده، الحديث كل واحد بيقول هو ليه بيرشح فلان. بالظبط كده يا فندم. انا بقرر واقع. هيقول مخلوع حاسب في البلدي يحترم الرئيس محمد حسني مبارك زعيم الامه العربيه. لا تتطاول على السيد بتاعنا، لا تتطاول على سيد الشعب المصري. الزعيم مبارك زعيم كبير قوي. ما تجيش لنفسك الحق في انك انت تمثل الشعب المصري. ما تقولش عليه مخلوع. ده سيدك انت، ده سيدك انت. ما تقولش عليه مخلوع، تحترمه. الشعب هو اللي قال مخلوع مش انا. انت تقول اللي انت عايزه، هو عايزه بدون سب لا هنا ولا هنا. اتفضل ارجوكم احنا ثانيه واحده. احنا مش هنتكلم دلوقتي عن اشخاص. موضوع الفقره دي والحلقه دي عنكم انتوا عاملين توكيلات. هو قال لي ليه عامل توكيل لمبارك، حضرتك ليه عامل توكيل البلد؟ الله يكرمك. انا مبارك هو رئيس برضه هيرجع يتكلم على هو عايز يقول انه ما بقاش رئيس برضه. يبقى انا عامل حلقه على البرادعي. تمام. طيب نعمل حلقه. يبقى اعمل حلقه على البرادعي وهقول معايا الورق اللي بيثبت ان البرادعي خاين في الوكاله الدوليه. يا جماعه احنا هنا علشان نسب حد لا كان ده ولا كان ده. فارجوكم. لكن هو بيقول انه مخلوع، انت بتقول ان هو انا بقرر واقع. انا بقرر واقع. انت بتعتبر ده سب. طبعا يا فندم. انا بقرر واقع. يقول الرئيس السابق محمد حسني مبارك ده زعيم الامه العربيه. ده تعبير دلوقتي اصبح دارج. المجلس العسكري الاعلى طلب في الصحافه عدم ذكر اسم المخلوع وبينادوا بسقوط. اتفضل. احد الرؤساء وهو يمشي غصب عنه
فده يعتبر مخلوع. يا ابني الثوره دي قضيه امن دوله عليا طوارئ، انتوا كلكم رايحين قضيه امن دوله عليا طوارئ. انا كده هضطر ان انا اروح لفاصل، مش هينفع كده. ما يقولش مخلوع. طيب لا انت مش هتحكم عليه يقول ايه وما يقولش ايه طالما ما سبش يقول. يعني انت عايزاني انا اسيب في البرادة ونعمل الحلقه سبب؟ ايه اللي جاب ماشي لما يجي البرادة يبقى سبب الرئيس ايا طيب كان اتفضل. لا هو مش رئيس سابق، هو رئيس مخلوع، هو متمسك بهذا الاسم والبرادة خائن وعميل امريكاني وجاي يقلب نظام الحكم في مصر وهيروح قضيه امن دوله عليا طوارئ. استاذ طارق هو قال مخلوع، حضرتك سبيت دلوقتي او اتهمت بالخيانه، هو قال خاين، فعلا نتحفظ على لفظ خاين. طيب لو سمحت لا نقول ده خاين ولا ده خاين. اتفضل يا استاذ. هو مخلوع بحكم الشعب؟ ليس مخلوعا. مش هنفضل واقفين عند كلمه مخلوع. ما يقولهاش. طيب الله هو بيقول ما يقولهاش مش هسمح. انت تحفظت عليها، انتهى الموضوع لو سمحت، انت تحفظت عليها خلاص الكلمه. الحاجه الثانيه بالنسبه للدكتور محمد البرادعي، فانا بقول ان هو ما انسحبش من الترشيح. الدكتور محمد البرادعي رفض الترشيح في ظل الظروف اللي احنا فيها دلوقتي، فاحنا ما بنعتبرهوش تمام. مش مرشح نفسه في النهايه. هو مش مرشح نفسه، لكن رافض الترشيح، لان مش من اخلاق الدكتور محمد البرادعي ان هو انسحاب، لا هو رافض الترشيح، وده اللي قاله في البيان بتاعه. انا برفض الترشيح في ظل الظروف اللي احنا فيها. تمام. اذا هو رافض الترشيح، النقطه الثالثه اللي انا عايز اعلق عليها، اوكي انا هقول لحضرتك التوكيلات. النقطه الثالثه اللي انا عايز اعلق عليها، ان حال البلد مش السبب فيه القوى الثوريه، بالعكس حال البلد السبب فيه الرئيس اللي هو لا يستحق، اعطى سلطه لمن لا يستحق. القوى الثوريه او الثوار او الثوره العسكري الاعلى يا جماعه، ده الكلام ده ما حكمتش ابدا. ده ينفع؟ ما حكمتش البلد. ارجوك، هو ما حدش سب المجلس العسكري خالص على بقول لك لمن يستحق. معلش هو ما سبش في حد، هو ما سبش. بقول لك اعطى لمن لا يستحق يا استاذ ريهان. استاذ طارق معلش، لا ثانيه واحده، انا عايزه اقف هنا لو سمحتوا، اعمل وقفه دلوقتي. انا مذيعه بدير هذا الحوار، ارجوك لما يجي دورك رد زي ما انت عايز يا استاذ طارق. ارجوك بس بلاش نقعد نقاطع بعض. اتفضل يا استاذ هشام. الثوار او القوى السياسيه كلها اللي على الساحه سواء قبل الثوره او بعد الثوره لم تحكم البلد في خلال السنه ونص. الثوره ما حكمتش. ما فيش حد من الثوار هو اللي اصبح في ايده مسؤوليه عشان احاكم الثوره، عشان اقول الثوره هي اللي سبب الحاله اللي احنا فيها. احنا النهارده بنطلع من المشكله بنخش على مشكله. مين اللي في ايده الامر؟ مين اللي في ايده الحل والربط؟ هل الثوار؟ هل في اي قوه سياسيه من اللي كانت قبل الثوره هي دلوقتي اللي في ايدها الحل والربط؟ تمام. بس انا عايزه برضو ارجع واتوقف عند نقطه ليه بتعملوا توكيلات للبرادعي لما هو قال مش عايز يترشح؟ احنا بنعمل التوكيلات، احنا مؤمنين جدا مؤمنين جدا بفكر الدكتور محمد البرادعي، مؤمنين جدا بسبب رفضه للترشيح. بس احنا بنقول له ان احنا لسه موجودين، انت فكره واحنا امنا بالفكره، احنا ما بنامنش باشخاص، احنا مامنين بفكر الدكتور محمد البرادعي. بنقول له احنا موجودين، لسه الشعب في ناس عايزاك فعلا. تمام. وعايزين نقدمها له كنوع من التكريم او كنوع من رد الجميل. رد الجميل وتكريم فقط، ولا بتقدموها له عشان يرجع في كلامه ويقرر يترشح؟ احنا مش عايزينه يرجع في كلامه ويقرر يترشح في ظل الظروف اللي احنا فيها. يعني انتوا بتعملوا التوكيلات دي وانتوا مش عايزينه يترشح؟ احنا مؤمنين بانه هو عنده حق ان هو ينسحب من الترشيح. طيب امال بتعملوا له توكيلات ليه؟ بنعمل توكيلات كنوع من التكريم ليه، وفي نفس الوقت بنبين للناس وبنبين للعالم ان فكره موجود. يا استاذ هشام، يعني اذا كان انت مش عايزه يرجع يترشح، يعني او ان هو يرشح نفسه لرئاسه الجمهوريه، يعني وبتقول بعمله التوكيل ده تكريم يعني ايه؟ يعني هو هياخد التوكيل ده يبروزه ويعلقه؟ يعني التوكيل ده بيتعمل علشان الشخص يرشح نفسه. تمام. في ظل الظروف اللي احنا فيها دلوقتي التكريم بيتعلق على الحيطه، اكيد التوكيلات دي يعني في ظل الظروف اللي احنا فيها دلوقتي ما ينفعش الدكتور محمد البرادعي يترشح. في ظل اللعب اللي بيحصل. انتوا المجهود ده كله في الاخر مش عشان هو يستخدمه؟ لا احنا مؤمنين ان هو فعلا ما ينفع. لو امال هتدي صوتك لمين يا استاذ هشام؟ هديله البرادعي. طب ما هم البرادعي مش نازل. يبقى مش هدي صوت لحد. يعني مش هتديه لحد. لا. بس هل دي ديمقراطيه؟ اعتقد ان دي ديمقراطيه، كل واحد يحط صوت. هو حضرتك انا لما هروح ادي صوتي هديه لواحد انا مؤمن بفكره ولا لا؟ انا مش شايف ان في حد. تمام. فبالتالي مش هتديه لاي حد اذا هو ما نزلش. للاستاذ طارق، ايه رايك في السيد عمر سليمان؟ بصي، كل من عمل مع السيد الرئيس محمد حسني، خصوصا ان هو اللي كان نصح الرئيس السابق مبارك ان هو يتنحى. هقول لك حاجه بس، كل من عمل مع السيد الرئيس محمد حسني مبارك نجله ونحترمه،
لكن كلام الدكتور بيفكرني بحالة جحا. ودنك منين يا جحا؟ اهي اللي يعلم شؤون مصر السيد الرئيس محمد حسني مبارك، اللي يعلم اسرار الدول السيد الرئيس محمد حسني مبارك، اللي عنده سر طبخة مصر عالميا. هل تريد أن تبيع أو تشتري منزل، سيارة، هواتف نقالة، أجهزة كهربائية، أي شيء مجانا؟ الحل سيلت 4 مثل الوسيط ولكن مجانا.